السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله على قناتنا على اليوتيوب. نشرنا فيديو على التيك توك توزيع بعض المكافآت على المعلمين، فتابعونا. سأضع لكم إن شاء الله الرابط إن شاء الله في صندوق الوصف. الآن سنسأل بعض الأسئلة لطلابنا وسنقوم بتوزيع الجوائز عليهم. هذه التبرعات مقدمة من إحدى الأخوات وتهب ثوابها إن شاء الله إلى روح أمها، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منها، ونحث على التبرعات لأهل القرآن ولمعلمي ومتعلمي القرآن الكريم. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. علقت أحلامنا نجم الثريا، هيا قم ولندرك العلي سويا. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد يا مجد إليها. همة تعد ولا يعد عليها، كيف لا والمجد. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا طلابنا الأعزاء؟ طمنونا عنكم، شو أخباركم؟ بدنا نسألكم سؤال إن شاء الله، من يجيب عليه يأخذ مكافأة مالية بسيطة. تمام؟ هذه الأسئلة غاية إيش الغاية منها؟ الغاية إنه نعلم الناس. إيش نعلم الناس؟ أسماء الصحابة رضي الله عنهم، ونذكر بعض آثارهم. طيب الآن، من هو الصحابي الملقب بكنز العلماء؟ سأعطيكم احتمالات. هل هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، الجبل من العلم، أم هو سعد بن أبي وقاص، أم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ كان يلقب بكنز العلماء. تعرف الإجابة؟ من هو؟ معاذ بن جبل. ما شاء الله، بارك الله فيك، أحسنت، تربح معنا هذه الجائزة. شو اسمه؟ جمعة علي خلف. ما شاء الله، الله يحفظك يا جمعة. معاذ بن جبل رضي الله عنه من خيرة الصحابة ومن علماء الصحابة، فلذلك كان يلقب بإيش؟ بكنز العلماء. نسأل الله تعالى أن يترضى عن صحابة رسول الله أجمعين. وإلى حلقة أخرى وسؤال آخر مع طلاب الشيخ وليد. السلام عليكم يا رجال، كيف حالكم؟ عندنا سؤال، من هو الصحابي الذي كان يلقب بشهيد يمشي على الأرض؟ نحن نعطيكم احتمالات. طلحة بن عبيد الله، أم أبو بكر الصديق، أم جليبيب رضي الله عنه؟ بدي واحد يعرف الإجابة مظبوط. الكل بيعرف الإجابة مظبوط؟ طيب تفضل. طلحة بن عبيد الله. أحسنت، بارك الله فيك. طلحة بن عبيد الله كان يلقب بشهيد يمشي على الأرض. تربح معنا هذه الجائزة، نفع الله بكم أجمعين. إلى حلقة أخرى وسؤال جديد، ومع سؤال جديد ومكافأة جديدة مع طلاب الشيخ حسين. كيف حالك يا شيخ؟ كيفكم يا رجال؟ بدنا نسأل سؤال، اللي بيجاوب راح نربحه إن شاء الله مكافأة. تمام؟ من أول من أسلم من الصحابة من الصبيان؟ تعرف أكيد؟ ما بدي هيك، أكيد بتعرف مين؟ ما بتعرف. هل هو علي بن أبي طالب، أم أبو بكر الصديق، أم عمر بن الخطاب؟ تفضل. بكر الصديق. أبو بكر الصديق أول من أسلم الصبيان؟ من؟ علي بن طالب. علي بن أبي طالب. أحسنت، شو اسمك؟ عمر مصري. ما شاء الله، نفع الله بك، تربح معنا هذه الجائزة. علي بن أبي طالب. إن شاء الله المرة القادمة الكل راح يطلع، الكل راح، لا تزعل. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أشاوس؟ هذا نهاية الدوام، فبتكونوا لسه تعبانين، ما هيك؟ بدنا نسألكم سؤال وراح نربحكم إن شاء الله. السؤال كالتالي. جاهزين؟ لا، جاهزين إن شاء الله، تمام. من كان يلقب بأمين هذه الأمة؟ تعرف أكيد؟ هل هو أبو عبيد بن الجراح، أم سعد بن عبادة، أم سعد بن معاذ؟ يلا، أبو عبيد بن الجراح، أم سعد بن عبادة، أم سعد بن معاذ؟ بن الجراح. أبو عبيد بن الجراح. أبو عبيد بن الجراح. أحسنت، بارك الله فيك، تربح معنا هذه الجائزة. أبو عبيد بن الجراح كان يلقب بأمين هذه الأمة، كان من خيرة الصحابة ومن كبار الصحابة. تمام؟ بدكم تحفظوا هذا الاسم مزبوط؟ ها؟
لازم تتمنوا تكونوا مثل أبو عبيدة بن الجراح، ومثل أبو بكر الصديق، ومثل عمر بن الخطاب، ومثل معاذ بن الجبل، مثل كل الصحابة، تكونوا من أحفاد الصحابة بإذن الله. تمام؟ جزاكم الله خيرا يا شيخ، نفع الله بكم. حياكم الله مجددا. والآن مع حلقة التحفيظ وطلاب الشيخ أبي عبد الله. هذه الأسئلة والجوائز يعني أمنها شيخكم، فاليوم لازم يعني الأسئلة تكون نار نار، ولا إيش؟ جاهزين إن شاء الله يا شباب؟ جاهزين ما شاء الله. الأسئلة كالتالي، 3 أسئلة، من يجاوب عنها يربح. ليست الغاية الربح، الغاية أنك تكون حفظان. هذه الدروس أعطاكم إياها شيخكم صح؟ والجوائز من شيخكم. كل ما كنتوا عم تحفظوا أكثر كل ما طلع من جيبته أعطاكم الزلمة، ما عنده مشكلة. ها ترى أنتوا تكرموا، تستحقوا أنكم تكرموا. يعني أهم وأكثر وأفضل من يكرم هم أهل القرآن. السؤال الأول كالتالي، اسمع يا شاعر: لماذا أنزل القرآن الكريم متفرقا أو منجما؟ يعني متفرقا منجما، كان ينزل على دفعات. ما السر في ذلك؟ ما الغاية؟ ما الحكمة؟ كم ايد؟ وين البقية؟ لازم الكل يرفع ايده. ما بعرف انا بهالحكي، الكل لازم يرفع ايده، لكن اول واحد رفع ايده. ليش ما رفعت الايد؟ طيب تفضل. في 3 أمور لهذا السبب. أول أمر أنه لتثبيت قلب النبي وفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، ومشان تفهم الناس الآيات اللي عم تنزل لهيك نزل على دفعات ولسهولة حفظه، ومشان كل ما صار حدث جديد أو كذا بتنزل آية. فتح الله عليك. هذه بعض الأسباب. أحسنت. هذه من بعض أسباب أو حكم أن نزول القرآن منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منجما يعني مفرقا. تربح معنا هذه الجائزة مقدمة من شيخك، قل له جزاك الله خيرا. مع السؤال الثاني يا شباب: من جمع القرآن الكريم أول مرة ولماذا؟ يعني في عهد من، ومن الذي قام بجمعه ولماذا؟ تفضل. اللي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. في عهد أبي بكر رضي الله عنه. من مين طلب؟ من زيد بن ثابت. أحسن، بارك الله فيك. طيب لماذا؟ خشية القرآن، خشية ضياع القرآن. أيوة. خشية ضياع القرآن. ليش يعني؟ إيش السبب إنه بده يضيع القرآن؟ شو صار؟ حفاظ القرآن استشهدوا. أيوة، استشهد عدد كبير من الحفاظ فخشي على القرآن الكريم فطلب وأمر بجمع القرآن الكريم. ومن أمر بذلك؟ طلب ذلك من زيد بن ثابت رضي الله عنه. بارك الله فيك. تفضل. السؤال الأخير: عدد صحابة، أسماء من الصحابة من كبار القراء من الصحابة رضي الله عنهم. تفضل. أبي بن كعب، عمر بن الخطاب، معاذ بن الجبل، عبد الله بن مسعود. نشوف شيخك. شو يا شيخ؟ نص. طيب في إجابة أدق من هيك؟ في إجابة أدق من هيك؟ بدك تكمل؟ أبي بن كعب هو. أبي بن كعب. في غيره؟ في عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن الجبل. شو يا شيخ؟ نربحه ولا لا؟ نربحه؟ طيب لأنه يعني لحاله إذا ذكر أبي بن كعب، ترى أبي بن كعب هذا لحاله تستحق عليه جائزة. بارك الله فيك ونفع بك. طيب من يعدد لنا أيضا أسماء بدون جائزة؟ ما حدا بيرفع يده بدون جائزة؟ تفضل. أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وهاي معاذ بن جبل. ما شاء الله. شو يا شيخ؟ إجابة ودقيقة. إلك عندي جائزة، تربح معنا جائزة وتستحق هذه الجائزة. يا مشايخ ويا طلاب ويا ناس يا عالم، لازم الناس تسمع وتعرف أسماء الصحابة الذين حفظوا كلام الله عز وجل، والذين نقلوا لنا كتاب الله عز وجل، ونقلوا لنا السنة، ونقلوا لنا هذا الدين. هي أمانة في أعناقنا وفي أعناق هذا الجيل، نحملهم هذه الأمانة حتى يحملوها لمن بعدهم. أمانة الدين أمانة عظيمة يا عباد الله، فلا بد أن نحفظ هذه الأسماء وأن نجعلها رموزا في صدورنا وقلوبنا وعقولنا، وأن نسير على نفس الطريق الذي سار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كان يعني فيديو إن شاء الله قصير بسيط، وإن شاء الله مع حلقة أخرى ومع جوائز أخرى نلقاكم. لا تنسوا دعمنا والاشتراك في هذه القناة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين وممن تبرع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.